السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم حريشات في الفران كيجيو البنات بحال غريبه، كيجيو هشاش وبنان واحد المذاق غزال بزاف. بقاو مع الفيديو وطريقه التحضير. عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، صحه لاباس. نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنصايب معكم حريشات صغار ديال الفران. غادي نحتاجو فيهم هنا كاس زيت، عباره دائما بكاس ديال العنبه، كاس ديال عصير البرتقال، يمكن لكم تعوضوه بالحليب. هنا عندي لوزيس تاع حامضه واللي كان عندي في المجمد، كنت شاركت معكم الطريقه. عندي ياغورت من نكهه ديال الفاني، عندي كاس ديال الكوك، عندي بيضه وحده، عندي 500 غرام ديال السميده رقيقه خاص بالحلويات، جوج خمارات. هادو هما المقادير اللي ضروريين. كاضافات غادي نضيف عليهم انا الزبيب، حبيبات الشكلاط، جوج معالق تاع اللوز اللي طحنتو، جوج المعالق تاع الكركاع ولا الجوز حتى هو اللي طحنتهم. هادو كاضافات ماشي ضروريين، يمكن لكم تستغناو عليهم، ولكن الا كاينين ديروهم كيعطيو مذاق غزال بزاف. هاد الحريشات كيجيو زوينين وكيجيو مشقين بحال الغريبه. الا شفتوهم ما غاديش تقولوا حريشات، كيكونوا بحال الغريبه. دابا هنا غادي نضيف الكوك وغنضيف اللوز مسحته وطحنته، وكذلك الكركاع، وغنضيف بيضه وحده، لوزيس تاع حامضه اولا ليمون اولا فاني، الاختيار كيبقى لكم نتوما. هنا غادي نضيف كاس عصير ليمون، كاس ديال الزيت، هنا دانون بالنكهه ديال الفاني. هنا غادي نضيف جوج خمارات، غرام، وغادي نخلط المكونات كاملين. هذا الخليط خصو يكون جاري باش يجيوكم حريشات زوينين بزاف. ما خصوش يكون الخليط ثقيل، خصو يكون جاري شويه كما غتشوفوا معايا. هنا نسيت كاس ديال السكر سايده، نسيت ما ذكرتش المقادير، حطيته على جنب ونسيتو ما نزيدوش. هنا غادي نعجنها مزيان. وكما كتشوفوا الخليط هنا خصو يكون بحال هكا، ما خصوش يكون معقد في الاول، باش تخليوه واحد المده واحد 10 دقائق. غادي نخليوه حتى تشرب ديك السميده ويرطبوا لينا الحبيبات ديالها، وكذلك الكوك باش ما تجيناش كتفرتت. كما كتشوفوا الخليط هنا راه جاري. الا قصح لكم ضيفوا شويه ديال الليمون الا كانت السميده عندكم كتشرب بزاف. كما كتشوفوا الخليط هكا كيكون. دابا غادي نخليه نغطيه ونخليه 10 دقائق حتى يبدا يتكور. ملي غنجربو نلقاه كيتكور صافي غادي نكورو. دابا غادي نخليه بحال هكا وغادي نغطيه حتى من بعد غادي نضيف عليه هذا الزبيب رقته في ما زهر باش تشرب ليا مزيان باش ما يتحرقش الفران. غادي نخليهم على جنب حتى تشرب ليا السميده. دابا غادي نخطيها بلاستيكه وغادي نخليه حتى تشرب السميده مزيان. 10 دقائق حتى 15 دقيقه حتى تشرب لينا مزيان دوك المقادير اللي درنا ليها باش تجينا فتيه ما تجيناش قاصحه. هنا فات عندي 15 دقيقه. هنا عندي الكوك اللي خلطته مع السميده، هو فاش غندير هادي. وغنحيد هاد البلاستيكات. كما كتشوفوا راه تجمعات العجينه مبقاتش جاريه، دابا تقدروا تكوروها. دابا غادي نضيف عليها هذا الزبيب. كما قلت لكم راه رقدته في الماء ما زهر حتى فزق مزيان باش ما يتحرقش الفران. ممكن لكم ديروا حتى الفيرميسيل، ديروا التمر، ديروا كاوكاو، يعني كيبقى لكم الاختيار شنو غديروا نتوما واحد شنو كيفدو. دابا صافي. دابا غادي ناخذ غديروهم على حساب الحجم اللي بغيتو نتوما، وكديروهم في الكوك والسميده بحال هكا وكتحطوهم في لاطاط. كتضغطوا ولا كتخليوهم هكاك مقببين على حساب نتوما شنو بغيتو. هنا دابا راني سخنت الفران باش يسخن مزيان. ملي كتدخلوهم للفران كتشعلوا العافيه الفوق كما كنطيبوا غريبه.
العافيه غير من الفوق تيتشقوا، عاد كتشعلوا لتحت باش يتحمروا صافي كتخرجوهم. طريقه سهله وفي نفس الوقت كيجيو زوينين بزاف. نتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر انهم كيجيو زوينين. نستمر انا هنا هكا، غادي نديرهم ونحطهم في اللاطه وغادي ندخلهم للفران. العافيه غير من الفوق 180 درجه، الا كان ديال الغاز حتى هو كتخليو العافيه من الفوق وكتنقصوا البوطه حتى كيتشقوا صافي، وكتهبطوهم لتحت يتحمروا صافي وتطفوا الفران كما كنطيبوا غريبه عاده. يعني طريقه راه بسيطه. يلا نكمل انا هادشي اللي عندي ونتلاقاو من بعد. هما البنات ملي كورتهم دابا غادي ندخلوهم للفران. العافيه غير من الفوق كما قلت لكم حتى كيتشققوا مزيان. جات ملي وجدوا كيجيو بحال هكا. نتمنى تجربوهم ونال الاعجاب ديالكم، لان الطريقه ناجحه 100% وكيخرج لكم كميه كبيره ومذاقهم غزال بزاف الا تبعتوا الطريقه اللي عطيتكم. انا هنا درتهم صغار قد الغريبه، وانتم ديروا اللي بغيتوا ديروهم كبار ولا صغار، كيبقى لكم الاختيار. نتمنى تشتركوا في القناه، تضغطوا على ابوني والجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنسوش تخليو لي التعليق ورايكم في الفيديو. لا بسلامه عليكم، الفيديو القادم باذن الله.